السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم بين أيديكم قراءة صوتية لكتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي للكاتب سبنسر جونسون. قصة وراءها قصة بقلم الدكتور كينيث بلانشارد. إنني أشعر بسعادة بالغة لأنني سأقدم لكم القصة التي كانت السبب وراء خروج كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي إلى حيز الوجود. وهذا يعني أن الكتاب الآن أصبح مكتوبا ومتاحا للجميع كي يقرأوه ويستمتعوا به ويتقاسموا فائدته مع الآخرين. هذا هو الشيء الذي أردت أن يحدث بشدة منذ سمعت سبنسر جونسون لأول مرة وهو يتحدث عن قصته العظيمة الجبن منذ عدة أعوام قبل أن نشترك أنا وهو في تأليف كتابنا مدير الدقيقة الواحدة. أتذكر أنني وقتها شعرت بجمال القصة وكيف أنني أستطيع أن أستفيد منها منذ تلك اللحظة، وما زلت أستفيد منها حتى الآن. هذا الكتاب عبارة عن قصة تتحدث عن التغيير الذي يحدث داخل متاهة يوجد بها 4 أشخاص ظرفاء يحاولون البحث عن قطعة جبن، وقطعة الجبن هنا هي رمز لما نريد أن نحصل عليه في حياتنا، سواء كان وظيفة أو إقامة علاقات مع الآخرين أو الحصول على المال أو على منزل كبير أو على الحرية أو الصحة أو الاهتمام أو السلام الروحي أو أي هواية كلعب الجولف أو التريض. كل فرد منا لديه تصوره الخاص عن قطعة الجبن تلك، ونحن نحاول البحث عنها لأننا نؤمن بأن فيها سر سعادتنا، فإذا ما حصلنا عليها نتعلق بها، أما إذا فقدناها أو أخذت منا غصبا فسوف نشعر بألم شديد. أما المتاهة في القصة فهي ترمز إلى المكان الذي تمضي فيه وقتك بحثا عن ضالتك المنشودة، وقد يكون هذا المكان شركة أو مجتمعاً تعيش فيه أو علاقاتك التي تحظى بها في حياتك. وكثيراً ما أذكر قصة قطعة الجبن هذه في محاضراتي التي ألقيها في كل أرجاء العالم، وأعرف من كثيرين فيما بعد مدى التأثير الذي أحدثته في حياتهم. صدق أو لا تصدق أن لهذه القصة الفضل في إنقاذ زيجات ووظائف بل وأرواح بشر. ويذكر لنا تشارلي جونز المذيع الشهير بتلفزيون NBC أحد أمثلة الحياة الواقعية العديدة التي تثبت أن سماعه لهذه القصة قد أنقذ وظيفته. فوظيفته كمذيع وظيفة فريدة، ولكن المبادئ التي استقاها تصلح لأي شخص. وفيما يلي ما حدث، كان تشارلي يعمل بجد، وكان بارعاً في إذاعته أحداث ألعاب الأولمبياد وخاصة مسابقات ألعاب القوى، ولذلك انتابته الدهشة وانزعج عندما سمع رئيسه في العمل يخبره أنه لن يذيع هذه المباريات الرياضية في الأولمبياد القادمة، حيث تقرر له إذاعة مباريات السباحة والغوص. ولعدم معرفته العميقة بهاتين الرياضتين أصابه الإحباط، وشعر بأنه غير مرغوب فيه وأصبح غاضبا، وقال إنه شعر بأن ذلك الأمر غير عادل، وطغى غضبه على كل شيء وأثر على عمله. عندئذ سمع عن هذه القصة، وبعد أن قرأها قال إنه ضحك على ما كان يفعل وغير موقفه، حيث أدرك أن رئيسه قد حرك قطعته من الجبن. وهكذا تكيف مع الموقف الجديد وتعلم الرياضتين الجديدتين، وأثناء تعلمه وجد أن القيام بشيء جديد ويشعره بصغر السن. ولم يمر وقت طويل حتى أدرك رئيسه موقفه الجديد وطاقته في العمل، وسرعان ما تولى أعمالا أفضل وأصبح يستمتع بنجاح أكبر مما كان عليه. لقد كانت هذه مجرد قصة واحدة من القصص الحقيقية العديدة التي قد سمعتها عن تأثير هذه القصة على الناس، بدءا بحياتهم العملية وحتى حياتهم الزوجية. إنني من أشد المؤمنين بقوة هذه القصة، وقد وزعت منها بالفعل عديدا من النسخ على كل من لاقيت، أكثر من 200 شخص ممن يعملون من شركتنا. لكن لما؟ نظرا لكونها مثل أي شركة لا تبغى البقاء في المستقبل وحسب، ولكنها تريد البقاء على قدر المنافسة. فإن شركة بلانشارد للتدريب والتنمية دائمة التغير، حيث يداومون على تحريك قطعة الجبن،
وبينما كنا في الماضي بحاجة إلى موظفين أوفياء، فإننا اليوم نريد أشخاصا يتمتعون بالمرونة وليسوا متعنتين بشأن الطريقة التي ينفذون بها أعمالهم. وحتى الآن كما تعلمون فالعيش وسط جو من الثبات والركود مع حدوث تغيرات طوال الوقت في العمل والحياة يمكن أن يولد الضغط العصبي إذا لم يكن لدى الناس وسيلة للأخذ بالتغيير الذي يساعدهم على فهم ما يدور حولهم. وإليك قصة الجبن. عندما رويت القصة للناس ثم طالعوها شعروا كما ستشعر أنت أن شحنة الطاقة السالبة التي كانت في طريقها للخروج قد تلاشت تماماً. وقام العديد من الموظفين من مختلف الأقسام في شركتي بتوجيه الشكر إلي على تقديم هذا الكتاب لهم، وأخبروني عن مدى استفادتهم من قراءته في رؤية التغيير الذي يحدث بشركتنا بنظرة مختلفة تماماً. صدقني، فقد لا تستغرق وقتاً في قراءة تلك الأقصوصة، ولكن يمكن أن يكون أثرها عميقاً. وعندما تتصفح الكتاب ستجد أنه مقسم إلى 3 أجزاء. ففي الجزء الأول يطلق عليه اسم التجميع. تجد مجموعة من الزملاء مما كانوا معا في فصل دراسي واحد يجتمعون ويحاولون التحدث عن التغييرات التي طرأت على حياة كل منهم وكيف تعامل معها. والجزء الثاني هو قلب الكتاب واسمه من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي. أما الجزء الثالث فهو المناقشة، وهي عبارة عن عدة أشخاص يتناقشون بشأن ما تهدف إلى القصة ومغزاها بالنسبة لهم وكيف أنهم استخدموها في أعمالهم وحياتهم. وقد فضل بعض القراء هذا الكتاب الذين اطلعوا عليه قبل أن تتم طباعته الطبعة النهائية أن يتوقفوا عند نهاية القصة دون قراءة المزيد واستجلاء مغزاها لأنفسهم. واستمتع البعض بقراءة المناقشة لأنها حفزت تفكيرهم بشأن كيفية تطبيق ما تعلوه في مجابهة ما يقابلهم. على أي حال، أتمنى أن تجد في كل مرة تعاود فيها قراءة القصة شيئا جديدا ومفيدا كما أجد أنا، وأن تساعدك على التأقلم مع التغيير وتجلب لك النجاح مهما كان معناها بالنسبة لك. آمل أن تستمتع بما تكتشف، وأتمنى لك حظا وافرا. تذكر أن تتحرك مع الجبن. كين بلانشارد، سان دييغو، سنة 1998. التجمع، شيكاغو. ذات يوم مشمس اجتمع في شيكاغو مجموعة من زملاء الدراسة القدامى لتناول الغداء معا، وكانوا قد حضروا في ليلة السابقة حفل التخرج بمدرستهم الثانوية، وأرادوا معرفة المزيد عما حدث لكل منهم. وبعد قضاء بعض الوقت في المزاح وتناول الطعام اللذيذ الشهي خاضوا في حوار شائق. فقالت أنجيلا، وقد كانت واحدة من أشهر تلاميذ الفصل: إن الحياة بالتأكيد قد مضت على نحو مختلف عما كنت أراه عندما كنا بالمدرسة، فقد تغير الكثير. وردد ناثان: لا شك في ذلك، وكما يعلمون فقد عرفوا أنه كان يقوم بإدارة شركة أسرته التي سارت على نفس نهجها وأصبحت جزءا من المجتمع المحلي لمدة طويلة. لذلك فقد كانوا مندهشين عندما بدا عليه الهم والحزن. وطرح تساؤلا: ولكن ألا ترون كيف أننا لا نبغي التغيير عندما تتغير الأشياء؟ قال كارلوس: أعتقد أننا نقاوم التغيير لأننا نخشاه. قالت جيسيكا: لقد كنت قائد فريق كرة القدم يا كارلوس، ولا أعتقد قط أني سمعتك تذكر أي شيء عن كونك تخاف. فضج المكان بضحكات عندما أدركوا أنه على الرغم من اختلاف توجهاتهم من العمل بالمنزل إلى إدارة الشركات ما زالوا يشعرون بنفس الشعور القديم. لقد كان كل شخص يحاول مجاراة التغييرات غير المتوقعة التي كانت تحدث لهم في السنوات الأخيرة، واعترف الجميع بأنهم لا يعرفون طريقة جيدة للتعامل مع هذه التغييرات. عندئذ قال مايكل: لقد اعتدت الخوف من التغيير، وعندما حدث تغيير هائل في أعمالنا لم نعرف كيف نتصرف حياله، ولذا فلم نؤدي أي شيء بطريقة مختلفة، وكنا على وشك الضياع. واستدرك قائلا: كان ذلك هو الحال حتى سمعت قصة طريفة صغيرة غيرت مجرى كل شيء. سأل ناثان: كيف ذلك؟ حسنا،
لقد بدلت تلك القصة الطريقة التي أنظر بها إلى التغيير، وبعد ذلك تحسنت الظروف سريعا في عملي وحياتي الشخصية على حد سواء. ثم نقلت هذه القصة إلى بعض الأشخاص الذين يعملون بشركتنا وتناقلوها فيما بينهم، وسرعان ما تحسن الوضع بالشركة نظرا لأننا جميعا انتهجنا سياسة التغيير وغيرنا نظرتنا إليها. وكما هو الحال معي، فقد قال العديد من الأشخاص إن هذه القصة ساعدتهم في حياتهم الشخصية. وتساءلت أنجيلا: وما هي تلك القصة إذن؟ قال مايكل: إنها تحمل عنوانا يقول: من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ وضحك الجميع، وقال كارلوس: أعتقد أنني أحب الجبن بالفعل، هل لك أن تحكي لنا قصتها؟ قال مايكل: بالتأكيد وبكل سرور، فلن يستغرق سردها وقتا طويلا. وهكذا بدأ في سرد القصة. ذات مرة ومنذ وقت بعيد في أرض بعيدة، كان هناك 4 شخصيات صغيرة تجري داخل متاهة باحثة عن قطعة جبن تطعمها لتحيا حياة سعيدة. وكان منها فأران اسمهما سنيف وسكوري، و2 قزمان يماثلان في حجمهما حجم الفئران، ولكن تصرفاتهما كانت تشابه كثيرا تصرفات البشر اليوم، واسمهما هيم وهاو. وبفضل حجميهما الصغير كان من السهل عدم ملاحظة ما كان يقوم به ال4، ولكن إذا نظرت إليهم عن كثب يمكنك أن تكتشف أكثر الأشياء إثارة للدهشة. وكان الأشخاص ال4 يقضون كل يوم وقتا داخل المتاهة باحثين عن الجبن. وكان الفأران سنيف وسكوري، وهما لا يملكان سوى أسنان قارضة وغريزة قوية، يبحثان عن قطعة الجبن اللذيذة التي أحباها كما هو الحال جميع الفئران. أما القزمان هيم وهاو فقد استخدما عقليهما مع الاستعانة بالعديد من المعتقدات من أجل البحث عن نوع مختلف تماما من الجبن المميز عن غيره، وكان يعتقدان أنه سيجعلهما يشعران بالسعادة والنجاح. وعلى الرغم من أن هناك اختلافا بين الفأرين والقزمين، إلا أنهم جميعا يشتركون في شيء ما، أن كل منهم يقوم كل صباح مرتديا بدلة العدو وحذاء الجري، تاركين منازلهم الصغيرة، حيث يبدأون السباق داخل المتاهة باحثين عن الجبن المفضل لديهم. كانت المتاهة عبارة عن ممرات وحجرات يحتوي بعضها على جبن لذيذ، ولكن كان بها أركان مظلمة وممرات مسدودة لا تؤدي إلى شيء، وكان من السهل أن يضل أي شخص فيها. وبرغم ذلك فمن يجد طريقه داخل هذه المتاهة يجد ما يجعله يستمتع بحياة أفضل. استخدم الفأران سنيف وسكوري طريقة المحاولة والخطأ البسيطة وغير المجدية للبحث عن قطعة الجبن، فقد كان يدخلان أحد الممرات، وإذا وجداه فارغا تركاه وانتقل إلى غيره. وكان سنيف يشم الجبن باستخدام أنفه الكبير، وبناء عليه يحدد الاتجاه، ويتقدمه سكوري في السير، ولكنهما ضل الطريق كما قد تتوقع لتحركهما في الاتجاه الخطأ، وكثيرا ما ارتطما بالجدران. وعلى الرغم من ذلك فقد استخدم القزمان هيم وهاو طريقة مختلفة تعتمد على قدرتهما على التفكير والتعلم من خبراتهما الماضية، ولكن كان في بعض الأحيان يرتبكان بسبب معتقداتهما وعواطفهما. أخيرا اكتشف الجميع ما كانوا يبحثون عنه، ووجد كل منهم ذات يوم نوع الجبن المفضل لديه في نهاية أحد المرات في محطة الجبن جيم. وبعد ذلك تعودت الشخصيات ال4 كل صباح على ارتداء ملابسها والتوجه إلى محطة الجبن جيم، ولم ينقضي وقت طويل حتى تعود كل منها على هذا الروتين في الوصول إلى قطعة الجبن. استمر كل من سنيف وسكوري في الاستيقاظ مبكرا كل يوم والدخول في سباق خلال المتاهة، وعادة ما كانا يتبعان نفس الطريق، وحال وصولهما إلى وجهتهما يتخلص الفأران من حذاء العدو ويقومان بربط حذائهما حول رقبتيهما، حيث يسهل عليهما الوصول إليها سريعا عندما يحتاجانهما مرة أخرى، ثم يستمتعان بالجبن. وفي البداية كان كل من هيم وهاو يقومان بالتسابق تجاه محطة الجبن جيم،
كل صباح ليستمتع بالطعم اللذيذ لقطعة الجبن التي طال انتظارها. ولكن بعد فترة اتبع القزمان روتينا مختلفا. كان هيم وهاو يستيقظان كل يوم في وقت متأخر، ويرتديان ملابسهما في بطء، ويمشيان إلى محطة الجبن جيم. فقد عرف مكان الجبن الآن وكيف يذهبان إليه. لم يكن لديهما فكرة عن مصدر الجبن أو من الذي يضعه في مكانه، وإنما افترض وجوده هناك. وبمجرد وصول هيم وهاو إلى محطة الجبن جيم كل صباح، يستقران ويشعران بأنهما في منزلهما، ويقومان بتعليق ملابسهما وخلع حذائيهما وارتداء خفيهما. وكان يشعران بالارتياح والاطمئنان في ذلك الوقت لأنهما وجدا الجبن. قال هيم: ما أعظم هذا، فها هنا جبن يكفينا مدى الحياة. وشعر القزمان بسعادة غامرة وبنجاح باهر، واعتقد أنهما الآن يعيشان في أمان. لم يمض وقت طويل حتى اعتبر هيم وهاو الجبن الذي وجداه في محطة الجبن جيم خاصا بهما. لقد كان بمثابة مخزن الجبن الذي انتقل في النهاية إلى الإقامة بالقرب منه، ورسخ نوعا من الحياة الاجتماعية حوله. وليشعر بأنهما في منزلهما، قام بتزيين الجدران ببعض الأقاويل، حتى إنهما قاما برسم صور للجبن لرسم الابتسامة على وجهيهما. ومن هذه الأقاويل: امتلاك الجبن يغمرك بالسعادة. في بعض الأحيان كان هيم وهاو يقومان باصطحاب أصدقائهما ليروا أكوام الجبن المخزنة لديهما في محطة الجبن جيم، ويشيران إليها بفخر قائلين: يا له من جبن رائع، أليس رائعا؟ وكانا يتقاسمان الجبن في بعض الأحيان مع أصدقائهما، وفي أحيان أخرى لا يقومان بذلك. وكان هيم يردد: إننا نستحق هذا الجبن، فقد تعين علينا العمل بالتأكيد لوقت طويل وبجد حتى نحصل عليه. ثم يلتقط قطعة طازجة ويلتهمها، وبعد ذلك يستسلم هيم للنعاس كعادته. فقد كانا يعودان كل يوم إلى منزلهما ممتلئ المعدة بالجبن، ويعودان كل صباح بثقة تامة في الحصول على المزيد. واستمر ذلك لفترة من الزمن، وبعد مرور بعض الوقت تحولت ثقة هيم وهاو إلى تكبر وغطرسة، وسرعان ما أصبحا واثقين جدا لدرجة أنهما لم يلاحظا ما كان يحدث. وبمرور الوقت استمر سنيف وسكوري في طريقتهما، فقد كانا يصلان مبكرين كل يوم ويشمان محطة الجبن جيم، ويهرولان حولها ويتحسسان المنطقة ليريا ما إذا كان قد حدث ثمة تغير عن الأمس، ثم يجلسان ويقضمان الجبن. وذات صباح وصل إلى محطة الجبن جيم ليكتشف عدم وجود الجبن. لم يندهش لذلك، حيث إنهما لاحظا أن مورد الجبن كان يتناقص كل يوم، وكانا مستعدين لذلك المصير الحتمي، وكانا يعرفان غريزيا ما سيقومان به. نظر لبعضهما البعض، وخلعا عليهما اللذين كان قد أحكم ربطهما في عنقيهما، وأعاد ارتداؤهما وأحكم الرباط، ولم يغاليا في تحليل ما حدث، ولم يكونا مكبدين بالمعتقدات المعقدة. فبالنسبة للفأرين كان كل من المشكلة والحل بسيطا، حيث تغير الموقف في محطة الجبن جيم. لذا فقد قرر سنيف وسكوري أن يتغيرا. نظر كلاهما إلى المتاهة، ورفع سنيف أنفه واشتم، ثم أشار برأسه إلى سكوري الذي انطلق مهرولا خلال المتاهة، بينما تبعه سنيف بأقصى سرعة يتحملها، وانطلق سريعا بحثا عن جبن جديد. وفي وقت متأخر من نفس اليوم وصل هيم وهاو إلى محطة الجبن جيم. لم يكونا يعيران للتغييرات الطفيفة التي كانت تحدث كل يوم اهتماما، لذا فقد اعتبر وجود الجبن هناك أمرا مسلما به، ولم يكونا مهيئين لما وجدا. صاح هيم: ماذا؟ ألا يوجد جبن؟ واستمر في صياحه: ألا يوجد جبن؟ ألا يوجد جبن؟ وكأنه عندما يصيح بصوت عال سيأتي شخص ما ويعيد لهما الجبن. وأخذ يصرخ قائلا: من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي؟ وأخيرا وضع يديه على فخذيه واحمر وجهه وصاح بأعلى صوته: ليس هذا من العدل. وكل ما فعله هاو
هو أنه حرك رأسه في حالة من عدم التصديق، فلقد اعتمد هو الآخر على وجود الجبن في محطة الجبن جيم، وتوقف في مكانه لوقت طويل في حالة من الذهول من هول الصدمة، فلم يكن مستعدا لها. كان هيم يصرخ ببعض الكلمات، ولم يكن هاو بحاجة إلى سماع ما يقول هيم، فلم يكن يرغب في التعامل مع ما واجهه، ولذا فقد أطاح بكل شيء. لم يكن تصرف القزمين لائقا أو منتجا، ولكنه كان مفهوما. فالعثور على الجبن لم يكن بالأمر اليسير، وكان يتطلب عملا من جانب القزمين أعظم من مجرد الوصول على كم كاف من الجبن كل يوم. فالعثور على الجبن كان بالنسبة للقزمين هو السبيل الذي اعتقد أنه هو كل ما يحتاجانه للوصول إلى السعادة، حيث كان ما يرونه عن مدى أهمية الجبن لهما يقف عند طعمه اللذيذ. فلأحدهما كان العثور على الجبن مجرد شيء مادي، أما الآخر فقد كان يعني له الاستمتاع بصحة جيدة أو الوصول إلى الإحساس بوجوده. وبالنسبة لهاو كان الجبن يعني مجرد الإحساس بالأمان والشعور بأنه ذات يوم سينعم ببناء أسرة سعيدة مع العيش في كوخ يملأه الدفء. أما هيم فالجبن عنده أصبح يعني الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين مع امتلاك منزل كبير على أحد المرتفعات. ونظرا لأن للجبن أهمية خاصة عندهما، فقد أمضى كلاهما وقتا طويلا في محاولة اتخاذ قرار بشأن ما يتعين عليهما فعله تجاه ما حدث. كل ما كان يفكران في فعله هو التحديق في محطة الجبن جيم الخالية من الجبن ليتيقن من حقيقة اختفاء الجبن. وبينما تحرك سنيف وسكوري سريعا، استمر هيم وهاو في الثرثرة والتلعثم، وصاحا وهذيا بالحديث عن الظلم نتيجة لما حدث. وبدأ الشعور بالكآبة يسيطر على هاو. ما الخطب؟ وما عساه يحدث إذا لم يكن هناك جبن بالغد؟ فقد خطط لمستقبله على أساس وجود الجبن. لم يصدق القزمان ما حدث. كيف أمكن لهذا أن يحدث؟ لم يحذرنا أحد. لم يكن ذلك صحيحا. لم تكن هذه هي الطريقة التي يفترض أن تسير بها مجريات الأمور. وعاد هيم وهاو إلى منزلهما في هذه الليلة جائعين مثبط الهمة، ولكن قبل المغادرة كتب هاو على الجدار: كلما كانت قطعة الجبن هامة بالنسبة لك، فأنت في حاجة إلى الاحتفاظ بها رغم ما تواجهه من صعاب. في اليوم التالي غادر هيم وهاو منزليهما عائدين إلى محطة الجبن جيم مرة أخرى، حيث كان لا يزالان يتوقعان أن يعثرا على قطعتهما من الجبن. لم يتغير الموقف، ولم يعد هناك وجود للجبن، ولم يعرف القزمان كيف يتصرفان حيال ما حدث، ووقفا متجمد الحركة مثل تمثالين صامتين. أغمض هاو عينيه بقدر المستطاع ووضع يديه على أذنيه، وتمنى لو توقف الزمن، فلم يكن يرغب في معرفة أن مورد الجبن يتضاءل تدريجيا. لقد كان مؤمنا بأنها تحركت فجأة. قام هيم بتحليل الموقف مرات ومرات، وأخيرا سيطر عقله المعقد المكتظ بالأفكار الضخمة على ما حدث، وتساءل: لماذا قاموا بذلك تجاهي؟ ما الذي يحدث حقا هنا؟ وفي النهاية فتح هاو عينيه ونظر حوله قائلا: بمناسبة ما حدث، أين سنيف وسكوري؟ هل تعتقد أنهما يعرفان شيئا غير ما نعرف؟ قال هيم: ما هو الشيء الذي قد يعرفانه؟ واستطرد هيم قائلا: ما هما إلا مجرد فأرين صغيرين، ولا يقومان بشيء سوى الاستجابة لما يحدث حولهما. أما نحن فبشر ونتميز عنهما، يجب أن تكون لدينا القدرة على تفسير ما حدث، وعلاوة على ذلك نستحق نصيبا أفضل. ما كان ينبغي أن يحدث ذلك لنا، وحتى إذا حدث فيجب على الأقل أن ننعم بشيء من الربح والمكسب. وطرح هاو هذا التساؤل: لما يتعين أن نجني ربحا؟ أجاب هيم: لأننا ملتزمان. وأراد هاو أن يعرف: ملتزمان تجاه أي شيء؟ إننا ملتزمان تجاه جبننا. تساءل هاو: لما؟ قال هيم: لأننا لم نتسبب في هذه المشكلة، بل تسبب فيها شخص آخر، ويتعين القيام بأي شيء للخروج من هذا الموقف. واقترح هاو:
ربما يتعين علينا أن نكف عن تحليل الموقف بصورة مبالغ فيها. دعنا ندخل المتاهة ولنبحث عن جبن جديد. قال هيم: يا إلهي، بل سوف أتطرق إلى أعماق هذا الأمر. وبينما كان يحاول كل من هيم وهاو اتخاذ قرار بشأن تصرفهما حيال ما حدث، كان سنيف وسكوري قد تغلبا بالفعل على ما حدث ومضيا في طريقهما، ودخل المتاهة مرين بجميع ممراتها من أعلى إلى أسفل، باحثين عن الجبن في كل محطة جبن يمكن أن يجدها، ولم يفكر في أي شيء سوى الحصول على قطعة جبن جديدة. لم يجد أي شيء لبعض الوقت حتى ذهب أخيرا إلى أحد الأماكن بالمتاهة حيث لم يذهب إليه أبدا. هذا المكان هو محطة الجبن نون. وصرخ مبتهجين: لقد وجدا ما كان يبحثان عنه، مورد كبير للجبن الجديد. لم يصدقا ناظريهما، لقد كان أكبر مخزن للجبن يمكن لهما كفأرين رؤيته. وفي ذات الوقت كان هيم وهاو لا يزالان في محطة الجبن جيم يقيمان الموقف، وكان يعانيان من آثار غياب الجبن، وأصيب بالإحباط والغضب، وبدأ في تبادل عبارات اللوم على ما حدث. ومن لحظة لأخرى كان هاو يفكر في صديقيه الفأرين سنيف وسكوري، ويتساءل عما إذا كان قد توصلا إلى أي جبن، واعتقد بأنهما يمران في وقت عصيب، وأنهما يعانيان من بعض التشكك وعدم اليقين في تخبطهما داخل المتاهة. ولكنه عرف كذلك أنه كان من المرجح أن يستمر هذا الحال معهما للحظات قليلة. وكان هاو يتخيل في بعض الأحيان أن سنيف وسكوري قد وجدا جبنا جديدا وأنهما يستمتعان به، وفكر في مدى روعة دخوله في نوع من المغامرة داخل المتاهة بغية العثور على جبن جديد طازج، بل كاد يصل في تخيله إلى حد شعوره بطعم هذا الجبن الطازج. وكلما كان هاو يرى هذه الصورة في مخيلته، أي أنه وجد جبنا جديدا وأنه يستمتع به أكثر وضوحا، كان يزيد تخيله لنفسه وهو يغادر محطة الجبن جيم. وفجأة صاح قائلا: فلنذهب بعيدا عن هنا. أجاب هيم سريعا: كلا، إنني أحب هذا المكان وأشعر فيه بالراحة، وهذا هو ما أعرفه، بالإضافة إلى أن المحيط الخارجي محفوف بالمخاطر. رد هاو قائلا: كلا، الأمر ليس كذلك، لقد جرينا من قبل في أماكن عدة داخل المتاهة، ويمكننا القيام بذلك مرة أخرى. قال هيم: لقد أصبحت عجوزا جدا لدرجة التي لا أقوى فيها على فعل ذلك، وأخشى ألا أكون راغبا في أن أضل الطريق وتظهر سذاجتي. أترغب أنت في ذلك؟ عند هذه المرحلة عاد شعور الخوف من الفشل يسيطر على هاو، وتلاشى أمله في العثور على جبن شديد. لقد استمر القزمان في عمل نفس الشيء كل يوم، يذهبان إلى محطة الجبن جيم دون العثور على شيء، ثم يعودان إلى منزليهما محملين بالمخاوف والقلق والإحباط. حاولا إنكار ما يحدث لهما، ولكنهما عانيا من صعوبة في الحصول على قسط وافر من النوم، وضاعت قوتهما في اليوم التالي، وأصبحا سريعي الغضب. لم يعد منزلهما المكان الدافئ كما كان ذات مرة، وعانيا من صعوبة في النوم ورؤية الكوابيس ليلا، والتي تتعلق بعدم عثورهما على أي جبن. إلا أن هيم وهاو ظلا يعاودان نفس الشيء بالذهاب إلى محطة الجبن جيم والانتظار هناك كل يوم. قال هيم: إنك تعرف أنه إذا ما عملنا بجد أكثر مما نحن عليه ستجد أنه لا شيء قد تغير بالفعل، فربما تكون قطعة الجبن قريبة من هنا، وربما يكونون قد أخفوها وحسب خلف الجدار. وفي اليوم التالي عاد هيم وهاو حاملين أدواتهما. أمسك هيم بالإزميل المنحت، بينما استمر هاو في الطريق باستخدام المطرقة، حتى أحدث ثقبا في جدار محطة الجبن جيم،
واسترق البصر ولكن دون جدوى، فليس هناك جبن. وأصيب بخيبة أمل، ولكنهما أصبحا مؤمنين بقدرتهما على حل المشكلة، لذا أصبحا يبدأان عمليهما في وقت مبكر ويستمران لوقت أطول ويعملان بجد أكثر. ولكن بعد مرور بعض الوقت كل ما توصل إليه هو إحداث ثقب كبير في الجدار. أخذ هاو في إدراك الفارق بين النشاط والإنتاجية. قال هيم: ربما يتعين علينا مجرد الجلوس هنا وانتظار ما قد يحدث. إن عاجلا أم آجلا يتعين عليهم أن يعيدوا الجبن. أراد هاو أن يؤمن بذلك، لذا كان يعود إلى المنزل كل يوم ليحصل على قسط من الراحة، ثم يعود على مضض مع هيم إلى محطة الجبن جيم، ولكن الجبن لم يظهر أبدا. وبمرور الوقت أصبح القزمان ضعيفين نتيجة الشعور بالجوع والضغط، وسيطر التعب والإرهاق على هاو من مجرد الانتظار حتى يتحسن وضعهما. وبدأ في رؤية حقيقة أنه كلما استمر طويلا دون الجبن لأصبح وضعهما أكثر سوءا، وكان هاو يعرف أنهما قد فقدا كل الأمل. وأخيرا بدأ هاو ذات يوم في السخرية من نفسه قائلا: هاو، انظر إلي، فإنني أقوم بنفس الشيء كل يوم مرات ومرات، وأتعجب من سبب بقاء الحال على ما هو عليه دون تحسن. إن لم يكن الأمر يدعو للسخرية فقد يكون مدعاة للمرح. لم يكن هاو يرحب بفكرة الجري خلال المتاهة مرة أخرى، لأنه يعرف أنهما سيضلان الطريق وليس لديهما أي فكرة عن مكان وجود الجبن. ولكن كان يتعين عليه الضحك على غبائه عندما أدرك سبب خوفه من القيام بذلك، وسأله هيم أين وضعن رداء العدو وأحذية الجري، وأمضيا وقتا طويلا حتى وجدا هذه الأشياء، لأنهما أهمل كل شيء طرحاه جانبا عندما عثر على الجبن في محطة الجبن جيم، معتقدين أنهما لن يكونا بحاجة إلى الحذاء والرداء مرة أخرى. وعندما رأى هيم صديقه يرتدي رداء العدو قال: إنك لن تعاود التخبط داخل المتاهة حقا، أليس كذلك؟ لما لا تنتظر هنا حتى يعاود وضع الجبن؟ قال هاو: لأنك لا تستوعب الموقف. أنا لم أكن أرغب في رؤيتها أيضا، لكنني الآن أدرك أنهم لن يضعوا الجبن القديم مرة أخرى. لقد كان هذا جبن البارحة، لقد حان الوقت للبحث عن جبن جديد. لكن هيم تساءل: لكن ماذا لو لم يكن هناك جبن بالخارج؟ أو حتى إذا كان هناك، ماذا لو لم نجده؟ قال هاو: لست أدري. وتساءل هاو محاولا الإجابة على تلك الأسئلة مرارا وتكرارا، ثم بدأ يشعر بالخوف الذي أقعده عن الحركة من قبل أن يتسلل إلى نفسه من جديد. ثم فكر هاو في الحصول على جبن جديد وما يصاحبه من أحداث طيبة، فاستجمع رباطة جأشه. قال هاو: في بعض الأحيان تتغير الأشياء ولا تعود لطبيعتها أبدا، ويبدو أننا نمر بشيء مشابه. هذه هي الحياة يا هيم، فالحياة تسير ولا بد أن نسير نحن أيضا. ونظر هاو إلى رفيقه الحزين وحاول إقناعه، لكن خوف هيم تحول إلى غضب عارم منعه من الإنصات لهاو. لم يقصد هاو أن يكون وقحا مع صديقه، لكنه لم يمنع نفسه من السخرية على حماقتهما. وبينما استعد هاو للرحيل بدأ يشعر بالنشاط، فقد علم أنه طالما سخر منه فسوف يعاود المسير دون أن ينظر وراء ظهره. وصاح هاو معلنا: لقد حان وقت المتاهة. لكن هيم لم يضحك ولم يستجب لهاو، والتقط هاو قطعة حجر صغيرة حادة ونحت بها على الجدار فكرة عظيمة لهيم كي يتأملها. وكما اعتاد هاو فقد رسم صورة لقطعة جبن حول العبارة، وتمنى أن يساعد هيم على أن يبتسم وأن يخفف من همومه وأن يبدأ البحث عن الجبن الجديد. لكن هيم لم يفعل شيئا من ذلك، وكتب هاو في عبارته قائلا: إذا لم تتغير فمن الممكن أن تفنى. وبعد ذلك اشرأب هاو بعنقه وحدق بنظره في المتاهة، وفكر في كيفية أنه أدخل نفسه في هذه المحطة الخالية من الجبن.
لقد ظن أنه لا يوجد أي جبن في المتاهة أو ربما لن يجده، وهذه الظنون المخيفة كانت تشل حركته. وابتسم هاو، فهو يعرف أن هيم كان يتساءل في نفسه: من الذي حرك قطعتي من الجبن؟ وتساءل هاو: ولماذا لا أنهض وأتحرك مع قطعة الجبن حالا؟ وعندما بدأ في السير داخل المتاهة نظر هاو للخلف حيث المكان الذي جاء منه، فشعر بالرغبة في العودة إليه، وشعر وكأن شيئا يدفعه إلى مكانه المألوف، على الرغم من أنه لم يجد أي جبن لبعض الوقت. أصبح هاو أكثر قلقا، وتساءل عما إذا كان يريد أن يدخل المتاهة، وكتب مقولة على الحائط في مستوى رؤيته وحدق فيها أمامه، ودقق النظر فيها لبعض الوقت. ماذا تفعل إذا لم تكن خائفا؟ وأخذ يفكر في هذه العبارة. إنه يعرف أن قليلا من الخوف قد يكون مفيدا أحيانا، وعندما تكون خائفا فإن الأشياء تتحول للأسوأ إذا لم تفعل شيئا، لذا فهو يحثك على التصرف، ولكنه يكون ضارا عندما تكون في حالة شديدة من الخوف، إذ إن هذا يقيدك عن فعل أي شيء. ونظر عن يمينه إلى الجزء الذي لم يمر به في المتاهة، وشعر بالخوف، وبعد ذلك أخذ نفسا عميقا واتجه نحو اليمين داخل المتاهة، واندفع ببطء إلى المجهول. وبينما كان يحاول أن يجد طريقه، شعر هاو في البداية بالقلق لأنه ربما انتظر وقتا طويلا في محطة الجبن جيم، ولم يتناول أي نوع من الجبن لمدة طويلة، مما جعله يشعر بالضعف، وقد ظل على هذا فترة طويلة، مما زاد من آلام هذه الرحلة الشاقة داخل المتاهة. وقرر بأنه إذا سنحت له الفرصة مرة ثانية سوف يتكيف مع التغيير، وهذا يجعل التعامل مع الأمور أكثر سهولة. وعندئذ ابتسم هاو ابتسامة خفيفة، وفكر في أنه في التأني السلامة. وفي أثناء الأيام التالية وجد بعضا من الجبن القليل هنا وهناك، ولكنه لم يستمر في ذلك طويلا، وتمنى أن يجد جبنا كافيا ليعود ببعض منه إلى هيم لكي يشجعه على الدخول في المتاهة، ولكن لم يشعر هاو بالثقة الكافية حتى الآن، وكان عليه أن يعترف بأنه وجد ذلك مربكا ومرهقا في المتاهة، حيث بدت الأشياء كلها أمامه وقد تغيرت منذ الفترة الأخيرة التي كان فيها خارج المتاهة. وعندما كان يعتقد أنه يتقدم في طريقه كان يجد نفسه تائها في الدهاليز، وبدا تقدمه وكأنه يسير خطوتين للأمام وخطوة للخلف، وكان هذا تحديا، ولكن كان عليه أن يعترف بأن الرجوع للخلف في المتاهة والمطاردة من أجل الجبن لم يكن تقريبا بنفس الدرجة من السوء التي كان يخشاها. ومع مرور الوقت بدأ يشعر بالدهشة والتساؤل عما إذا كان واقعيا أن يجد قطعة الجبن الجديدة، وتساءل هاو عما إذا كان يبالغ في تطلعاته، وابتسم بعد ذلك وأدرك أنه ليس لديه ما يصوغ حلمه في هذا الوقت. وحين شعر بالإحباط يتسرب إلى نفسه، ذكر نفسه بأن ما كان يعتقد أنه غير مريح هو في الواقع أفضل من البقاء في مكان ليس به جبن، فكان يسعى للتحكم في تصرفاته أكثر من السماح لحدوث أي شيء. وبعد ذلك ذكر نفسه بأنه إذا كان سنيف وسكوري قد استطاع التحرك والاستمرار في سعيهما فمن الممكن له أن يفعل ذلك. وعندما أعاد هاو التفكير في الأمور أدرك أن قطعة الجبن التي وجدها في المحطة جيب لم تختفي بين العشية وضحاها كما اعتقد من قبل. إن حجم الجبن كان يصغر شيئا فشيئا، وما تبقى منه أصبح قديما ولم يعد لها مذاق جيد، بل ربما بدأت طبقة من العفن تظهر عليه، على الرغم من أنه لم يلاحظ ذلك، ولذلك كان عليه أن يعترف أنه لو أراد ذلك ربما أمكنه فهم ما يحدث، ولكنه لم يرد. وأدرك هاو الآن أن التغيير ربما لم يكن ليمثل له مفاجأة لو كان قد شاهد ما كان يحدث طوال الوقت وتوقع هذا التغيير، وربما كان هذا ما قام به كل من سنيف وسكوري.
وتوقف لأخذ قسط من الراحة، وكتب على حائط المتاهة: اشتم رائحة قطعة الجبن من حين لآخر حتى تعرف متى يصيبها العطب. وبعد مرور فترة بدت طويلة لم يعثر فيها على قطعة الجبن، وجد هاو نفسه أخيرا أمام محطة جبن بدت مبشرة بالخير. وحين دلف إلى داخلها أصيب بخيبة أمل كبيرة، حيث إنها كانت خاوية. وحدث هاو نفسه قائلا: لقد راودني هذا الشعور بالخواء كثيرا من قبل، وشعر باليأس قد أطبق عليه. وبدأ هاو يفقد طاقته الجسدية، وكان على يقين من أنه قد ضل الطريق وأنه هالك لا محالة. وفكر في أن ينعطف ويعود أدراجه إلى محطة الجبن جيم، فلو وصل هناك ولا يزال هيم موجودا فلن يكون وحيدا على الأقل. ثم سأل نفسه مجددا: ماذا كنت أفعل لو لم أكن خائفا؟ لقد كان يخشى أكثر من أي شيء آخر أن يعترف حتى لنفسه بذلك، فلم يكن دائما على يقين من الشيء الذي يسبب له شعورا بالخوف. لكنه الآن وفي حالته الهزيلة تلك أدرك أنه كان خائفا لأنه لا يريد أن يستمر وحيدا. ولم يعرف هاو بأنه كان يجري لأن أفكارا مخيفة أثقلت رأسه. وتساءل هاو عما إذا كان هيم قد تحرك مجددا أم أنه لم يبرح مكانه بسبب مخاوفه. ثم استرجع في مخيلته الأوقات التي شعر فيها بأنه في أوج نشاطه داخل المتاهة. هذه الأوقات هي التي كان يتحرك فيها هاو ولا يتوقف عند أي شيء. وكتب هاو على الحائط، وكان يعلم أن هذه الكتابة ليست تذكيرا بمروره من هذا المكان بقدر ما هي تذكير له هو شخصيا. إن السير في اتجاه جديد يجعلك تعثر على مزيد من الجبن. تطلع هاو إلى الممر المظلم وأدرك ما أصابه من خوف. ترى ما الذي ينتظره في الطريق؟ هل سيكون خاليا أو سيكون محفوفا بالمخاطر؟ وبدأ خياله الجامح يصور له كل الهواجس المفزعة حتى تملكه الذعر الشديد. ثم سخر من نفسه، فقد أدرك أن هواجسه هذه تزيد الطين بلة. ثم فعل ما كان سيفعله لو لم يكن خائفا. واصل المسيرة لكن في اتجاه جديد، وعندما بدأ يجري في اتجاه الممر المظلم أخذ يبتسم. ولم يدرك هاو عندئذ أنه وجد غذاء روحه، فقد ألقى بالهموم خلف ظهره وبدأ يثق فيما ينتظره من مصير على الرغم من أنه لم يعرف ماذا سيكون. واندهش هاو إذ بدأ يستمتع بالأمر أكثر فأكثر، وأخذ يتساءل: ترى ما الذي يجعلني أشعر بهذه السعادة؟ ليس لدي جبن ولا أعرف إلى أين أنا ذاهب. وقبل أن يمضي وقت طويل اكتشف سبب شعوره بتلك السعادة، وتوقف كي يكتب على الحائط مرة أخرى: عندما تترك متجاوزا شعورك بالخوف ستشعر بالحرية. أدرك أنه وقع أسيرا لهواجسه، وعندما تحرك في اتجاه جديد حرر نفسه من القيد. الآن والآن فقط بدأ يشعر أن نسيما باردا منعشا أخذ يهب على ذلك الجزء من المتاهة. التقط أنفاسا عميقة وأحس أن الحركة قد أعادت إليه الحياة. وبعد أن كسر حاجز الخوف اكتشف أن الأمر أكثر إمتاعا مما كان يعتقد من قبل. ولم يكن هذا الشعور قد راود هاو منذ فترة طويلة، ولهذا السبب كان قد نسي مدى البهجة التي يدخلها على قلبه. ولكي يجعل الوضع أفضل بدأ في رسم صورة من وحي خياله، ونسج في تلك الصورة حتى أدق التفاصيل الواقعية. فقد تخيل نفسه جالسا وسط كومة هائلة من أنواع الجبن المفضلة لديه، بدءا من الشيدر وانتهاء بيبا باراي. وتخيل نفسه وهو يأكل ما لذ وطاب منها. استمتع هاو بما رآه، ثم تخيل كيف أنه يستطيع أن يستمتع بتذوقها جميعا. كلما اتضحت صورة ذلك الجبن الجديد داخل عقله زادت واقعيتها وازداد شعوره بقرب عثوره عليه. ثم كتب: عندما تخيلت نفسي وأنا أستمتع بالجبن الجديد حتى قبل أن أعثر عليه وجدت طريقي إليه. حدث هاو نفسه قائلا: لماذا لم أفعل هذا من قبل؟
بدأ هاو يجري داخل المتاهة، لكن بقوة ورشاقة أكبر مما مضى. لم يمض وقت طويل حتى عثر على محطة جبن، وشعر بالسعادة وهو يلحظ قطع جبن جديدة قد وضعت بجانب المدخل. ولم يكن قد رأى قط في حياته أصناف الجبن تلك، لكنها بدت له رائعة. تذوقها فوجد طعمها طيبا للغاية، وتناول هاو معظم قطع الجبن الموجودة، ووضع بعضا منها في جيبه كي يتناولها فيما بعد أو ليتقاسمها مع هيم، وبدأ يستعيد قوته. دلف هاو إلى محطة الجبن تغمره السعادة والإثارة، لكن ولسوء حظه وجدها خاوية، فقد سبقه إليها شخص ما لم يترك سوى تلك القطع من الجبن الجديد، وأدرك أنه لو كان قد عجل الخطى لوجد كمية كبيرة من الجبن هنا. وقرر هاو أن يعود أدراجه كي يرى إذا ما كان هيم على استعداد للانضمام إليه. وبينما هو يقتفي آثار العودة توقف وكتب على الحائط: كلما أسرعت بالتخلص من الجبن القديم عثرت على الجبن الجديد. وبعد فترة نجح هاو في العودة إلى محطة الجبن جيم، ووجد عندها هيم، وعرض على هيم تناول بعض قطع الجبن الجديدة، لكن الأخير رفض العرض، وشكر هيم صديقه على هذه اللفتة الجميلة، وقال له: لا أعتقد أنني سأستمتع بالجبن الجديد، فأنا لست معتادا عليه، كل ما أريده هو جبني المفضل، ولن أتغير أبدا حتى أحصل على ما أريد. هز هاو رأسه وهو يشعر بخيبة الأمل، وجعل يؤخر رجلا ويقدم الأخرى، معاودا الانطلاق بمفرده من جديد. ومع وصوله إلى أبعد نقطة كان قد وصل إليها في المتاهة بدأ يشعر بالحنين إلى صديقه، لكنه أدرك أنه بصدد اكتشاف شيء ما، فحتى قبل أن يعثر على ما كان يعتقد أنه كمية هائلة من الجبن الجديد، أدرك أنه لم يكن يشعر بالسعادة لمجرد عثوره على الجبن. لقد كان سعيدا لأنه لم يصبح أسيرا لخوفه بعد الآن، وبدأ يستمتع بما يفعل. وحينما أدرك ذلك لم يشعر بذلك الضعف الذي انتابه حين كان يجلس في محطة الجبن جيم الخاوية. وحينما أدرك أنه منع نفسه من أن يستوقفها الخوف واتخذ وجهة جديدة، شعر بالحياة تدب في أواصله من جديد. لقد وجد الآن أن المسألة أصبحت مسألة وقت قبل أن يصل إلى ضالته المنشودة، بل لقد شعر بأنه قد عثر على ضالته المنشودة بالفعل، وابتسم حين أدرك أنه من الأسلم أن تبحث في المتاهة من أن تبقى دون جبن. وأدرك هاو كما أدرك من قبل أن ما تخشاه لن يكون بنفس القسامة التي يصورها لك عقلك، وأن الخوف الذي تتركه يسيطر على عقلك هو أخطر بكثير من الوضع القائم بالفعل. لقد كان هاو متخوفا لدرجة كبيرة من أن لا يعثر على الجبن الجديد، لدرجة أنه لم يرغب في الاستمرار في البحث عنه، لكن ما إن عاود رحلته مجددا عثر على قطع من الجبن في الممرات تكفيه لمواصلة المسير. الآن بدأ يتطلع إلى العثور إلى المزيد والمزيد، وأصبح مجرد التطلع إلى ما هو آت أمرا ممتعا في حد ذاته. لقد كان تفكيره القديم مغلفا بسحابة من الخوف والقلق، فقد كان يشعر دائما بأنه لن يعثر على جبن كاف، أو أنه لن يحظى به لمدة التي يريدها، وكان كثيرا ما يشغل باله بما قد يحدث له من مصائب لا من مفاجآت سارة. لكن هذا التفكير تغير في الأيام التي أعقبت تركه لمحطة الجبن جيم، واعتاد هاو أن يعتقد بأنه لا ينبغي تحريك الجبن، وأن هذا التغيير ليس صائبا. أما الآن فقد أدرك أن عدم التغيير أمر ينافي نواميس الكون والطبيعة، فلا بد للتغيير أن يقع باستمرار سواء توقعناه أم لا، ولا يمكنك أن تفاجأ بالتغيير إلا إذا لم تكن تتوقعه وتبحث عنه. وحينما أدرك هاو التغيير الذي اعترى معتقداته توقف كي يكتب على الحائط: إن المعتقدات البالية لا ترشدك إلى جبن جديد. لم يعثر هاو على أي جبن بعد، لكن كل ما كان يشغل تفكيره وهو يعدو في ممرات المتاهة هو ما تعلمه حتى الآن. لقد أدرك الآن أن هذه المعتقدات الجديدة تدفعه إلى التصرف على نحو جديد، فقد بدأ الآن يسلك مسلكا يختلف عن مسلكه عندما كان يصر على العودة إلى محطة الجبن الخاوية.
وأدرك هاو أنك عندما تغير معتقداتك فأنت تغير تصرفاتك. عليك أن تعتقد بأن التغيير قد يضرك وأنه لا بد لك أن تقاومه، أو يمكنك أن تعتقد بأن عثورك على جبن جديد سوف يساعدك على استيعاب التغيير والتكيف معه. كل ذلك يعتمد على المعتقد الذي تختار أن تؤمن به. كتب هاو على الحائط قائلاً: عندما ترى أنك تستطيع العثور على جبن جديد وتستمتع به فستغير طريقك. وأدرك هاو أنه كان سيصبح في حالة أفضل الآن لو أنه استوعب التغيير في محطة الجبن جيم بسرعة ودون تلكؤ، وساعتها كان سيشعر بالقوة تضب في جسده وروحه ويستمر في التحدي حتى يعثر على الجبن الجديد، بل كان في إمكانه العثور عليه بالفعل لو أنه توقع التغيير بدلاً من إضاعة وقته في مقاومته بعد أن حدث بالفعل. واستجمع هاو قواه وقرر مواصلة المسير في الأجزاء الجديدة من المتاهة، وبدأ يجد بعض قطع الجبن المتناثرة هنا وهناك، فعادت إليه بعض طاقته وثقته بنفسه. وعندما فكر في الطريق الذي جاء منه شعر بالسعادة لأنه كتب على الحائط في أماكن كثيرة، فقد أيقن أن تلك العبارات ستكون دليلا له أثناء سيره في المتاهة إذا اختار أن يترك محطة الجبن جيم. وتمنى هاو لو أنه يسير في الاتجاه الصحيح، وفكر في إمكانية أن يقرأ هيم كتاباته على الحوائط كي يعرف طريقه هو الآخر. ثم كتب هاو على الحائط ما عبر عما كان يدور بخلده لفترة من الزمن. ملاحظات التغييرات البسيطة تجعلك تتأقلم مع التغييرات الجذرية التي قد تصادفك مستقبلاً. والآن فقد طوى هاو صفحة الماضي وبدأ يتطلع إلى المستقبل، واستمر يقطع دروب المتاهة بقوة وسرعة أكبر مما مضى. ولم يمض وقت طويل حتى حدث ما كان يتمناه. وفي الوقت الذي شعر فيه هاو بأنه سيظل بهذه المتاهة إلى الأبد، أفضت رحلته أو على الأقل هذا الجزء من رحلته إلى نهاية سريعة وسعيدة. لقد عثر على جبن جديد في محطة الجبن نون. حينما دلف إلى داخلها لم يصدق ما رأته عيناه. جبال عالية هنا وهناك من الجبن الذي لم يره في حياته قط، ولم يستطع التعرف على كل الأنواع الموجودة أمامه، حيث إن بعضها كان جديدا عليه تماما. ثم تساءل هاو للحظات عما إذا كان ما يراه حقيقة أم نسجا من الخيال، إلى أن وقعت عيناه على صديقيه سنيف وسكوري. رحب سنيف به بإيماءة من رأسه، أما سكوري فقد لوح له بكفه، وظهر من معدتيهما الممتلئتين أنهما سبقاه إلى المكان بفترة ليست بقصيرة. ألقى هاو التحية عليهما ثم سارع إلى تناول قدمات من أنواع الجبن المفضلة لديه، ثم خلع عنه حذاءه ورداء التريض ووضعهما بالقرب منه، حتى إذا احتاجهما مرة أخرى تناولهما سريعا، ثم انقض على الجبن الجديد. وحينما أخذ كفايته تناول قطعة من الجبن الطازج في يده وصاح: مرحبا بالتغيير. وبينما أخذ يستمتع بمذاق الجبن الجديد استرجع ما مر به من أحداث وما تعلمه خلالها، وأدرك أنه عندما كان خائفا من التغيير فقد كان متمسكا في الواقع بوهم الجبن القديم والذي لم يعد موجودا. وتساءل هاو: إذن ما الذي غيرني؟ هل هو خوف من أن أموت جوعا؟ وحدث نفسه قائلا: لقد كان لذلك تأثيره. ثم ضحك وأدرك أنه لم يكن للتغيير لولا أن بدأ يسخر من نفسه ومما كان يرتكبه من أخطاء، واكتشف أن أسرع طريقة للتغيير هي أن يضحك الإنسان من حماقاته، وساعتها سينسى ما فعل وسوف يواصل المسير. وأدرك هاو أنه تعلم شيئا مفيدا من صديقيه الفأرين سنيف وسكوري في أمر التنقل إلى موضع آخر، فقد كانا يعيشان حياتهما ببساطة، لم يحاول المبالغة في تحليل وتعقيد الأمور. وعندما تغير الموقع
وتحرك الجبن غير من أنفسهما وتحرك مع الجبن، ولم يكن بد من أن يتذكر ذلك. استخدم هاو عقله الرائع كي يفعل ما يفعله الأقزام بأسلوب أفضل من الفئران، وتدبر الأخطاء التي ارتكبها في الماضي واستخدمها كي يخطط مستقبله. لقد أدرك أن باستطاعة الإنسان أن يتعلم كيف يتعامل مع التغيير، كيف يأخذ الأمور ببساطة، كيف يكون مرناً، وكيف يكون سريع التصرف. يتعلم ألا يبالغ في تعقيد الأمور وألا يقع فريسة لمعتقدات مفزعة. يتعلم أن يلاحظ التغيرات البسيطة لكي يكون مستعداً للتغيير الجذري الذي قد يحدث في المستقبل. أدرك هاو أنه بحاجة إلى التكيف سريعاً مع التغيير، لأنه إن لم يفعل ذلك فقد لا تواتيه تلك الفرصة أبداً. وكان عليه أن يعترف بأن أكبر عقبة تقف في طريق تكيفه مع التغيير موجودة بداخله هو، وأن الأمور لا تتحسن إلا بعد أن تتغير أنت. الأهم من هذا وذاك أن هاو قد أدرك أن هناك دائما جبنا جديدا أمام عينيك، سواء لاحظته أم لم تلاحظه، وأنك تستمتع به فقط عندما تتخلص من مخاوفك وتخوض المغامرة. وأدرك هاو كذلك أنه لا ضير من بعد الخوف، إذ إنه قد يحميك من خطر محقق، ولكنه اكتشف أيضا أن معظم مخاوفه لم يكن لها ما يبررها، بل إنها منعته من أن يتغير في الوقت الذي كان لازما عليه أن يتغير. لم يعجبه التغيير وقتها، لكنه أدرك فيما بعد أن ذلك التغيير هدية السماء إليه كي ترشده إلى المزيد من الجبن، رغم أنها كانت ترتدي قناعا. لقد عثر هاو على جزء جميل من نفسه، وبينما كان يتذكر الدروس المستفادة فكر في صديقه هيم، وتساءل عما إذا كان هيم قد قرأ شيئا من عباراته التي كتبها على الحائط عند محطة الجبن جيم أو في باقي المتاهة. ترى ما الذي كان يحدث لو طوى هيم صفحة الماضي وواصل المسير؟ ترى ما الذي كان يحدث لو دخل المتاهة واكتشف ما كان يجعل حياته أفضل؟ فكر هاو في العودة مجددا إلى محطة الجبن جيم ليرى ما إذا كان باستطاعته العثور على هيم، وهو يفترض أنه يستطيع العودة إلى النقطة التي كان فيها. وفكر في أنه إذا عثر على هيم فسيمكنه عندئذ أن يريه كيف يخرج من مأزقه، ولكنه أدرك أنه قد حاول بالفعل أن يجبر صديقه على التغيير، وكان على هيم أن يجد طريقه بمفرده متغلبا على أوجاعه ومتجاوزا مخاوفه، ولا يمكن لشخص آخر أن يؤدي له ذلك بالنيابة عنه أو أن يقنعه بذلك ما لم يكن الاقتناع داخليا. كان يتعين على هيم أن يشعر بمزايا التغيير بنفسه، وعلم هاو أنه قد ترك خلفه أثرا لهيم كي يتعقبه، وأنه يستطيع بمفرده أن يجد طريقه فقط إذا قرأ العبارات التي كتبها هاو بخط يده على الجدران. ثم بدأ هاو في كتابة ملخص للدروس التي استفادها من رحلته على أكبر حوائط محطة الجبن نون، ثم وضع كل تلك الومضات داخل رسمة لقطعة جبن كبيرة، وابتسم وهو ينظر إلى ما كتبه. التغيير يحدث، قطع الجبن تتحرك باستمرار، توقع التغيير، استعد عندما يتحرك الجبن، راقب التغيير، اشتم رائحة الجبن كثيرا كي تعرف متى يصيبها العطب، تكيف مع التغيير بسرعة. كلما أسرعت بالتخلص من الجبن القديم استطعت أن تستمتع بالجبن الجديد. تغير، تحرك مع الجبن، استمتع بالتغيير، تذوق طعم المغامرة واستمتع بمذاق الجبن الجديد. كن مستعدا كي تتغير بسرعة واستمتع بالتغيير من جديد. قطع الجبن تتحرك باستمرار. أيقن هاو إلى أي مدى قد وصل منذ أن كان برفقة هيم في محطة الجبن جيم، ولكنه أدرك أنه من السهل أن يعود إلى ما كان عليه لو أفرط في الراحة، فقام كل يوم بتفقد الجبن في محطة الجبن نون كي يطمئن إلى مخزون الجبن فيها، وكان على استعداد ليفعل أي شيء كي لا يفاجأ بأي تغيير لم يضعه في الحسبان. وعلى الرغم من أن لديه مخزونا كبيرا من الجبن، أصر هاو على أن يخرج للتجول في المتاهة كي يكون على علم بما يحدث من حوله.
فقد أدرك أنه من الأسلم أن يبقى على علم بالواقع من حوله بدلا من أن يعزل نفسه في صومعته المريحة. ثم أنصت هاو إلى صوت ظن أنه صوت حركة بالخارج، وحينما أخذ الصوت يعلو تدريجيا أيقن أن شخصا ما كان يقترب منه. هل كان هيم؟ هل كان يوشك على أن يظهر من بين أحد الأركان؟ دعا هاو وتمنى كما فعل كثيرا من قبل أن يتمكن صديقه في النهاية من أن يتحرك مع الجبن ويستمتع بذلك. مناقشة. في وقت لاحق من ذات اليوم، عندما انتهى مايكل من سرد القصة، نظر في أرجاء الحجرة فشاهد أصدقاءه السابقين وهم يبتسمون. شكره العديد من الزملاء وقالوا إنهم استفادوا كثيرا من القصة. سأل ناثان المجموعة: ما رأيكم في التجمع مرة ثانية لاحقا لعلنا نتناقش حولها؟ فرد معظمهم بأنهم يودون التحدث عنها، ورتبوا المقابلة بتناول بعض المثلجات قبل العشاء في وقت لاحق. وفي هذا المساء تجمعوا في استراحة الفندق وبدأوا يتمازحون فيما بينهم حول كيفية إيجاد الجبن الخاص بهم، وكيف أنهم وجدوا أنفسهم في هذه المتاهة المحيرة. وبعد ذلك سألت أنجيلا برقة وود: أي الشخصيات تمثلكم في القصة؟ سنيف، سكوري، هيم، هاو؟ وأجاب كارلوس: إنني كنت أفكر في هذا عصر اليوم. إنني أتذكر بوضوح ما حدث ذات مرة قبل أن أعمل في بيع المستلزمات الرياضية عندما مررت بتجربة قاسية مع التغيير. إنني لم أكن سنيف، فلم أكتشف حقيقة الموقف ولم أفهم التغيير بسرعة. وبكل تأكيد لم أكن سكوري، حيث إنني لم أتسرع للقيام بعمل ما، إلا أنني كنت أشبه كثيرا هيم الذي أراد أن يبقى في منطقة مألوفة. والحقيقة هي أنني لم أرد بالفعل التعامل مع التغيير، بل حتى لم أرد تفهمه. وأما ميشيل الذي شعر وكأن الوقت لم يمر منذ أن كان هو وكارلوس صديقين حميمين في المدرسة، فقد سأل: ما الذي تتحدث عنه هنا؟ قال كارلوس: تغيير غير متوقع في الوظائف والمهام. وضحك مايكل: هل فصلت؟ حسناً، لنفترض أنني لم أرد الخروج للبحث عن جبن جديد، حيث اعتقدت أن ليس هناك مبرراً قوياً يدفعني لأتغير، ولهذا كنت غاضباً إلى حد ما في هذا الوقت. وبدأ بعض الزملاء السابقين الذين التزموا الهدوء منذ البداية يشعرون بمزيد من الراحة، وتعالت أصواتهم بمن فيه من فرانك والذي كان قد التحق بالجيش. وقال فرانك: إن هيم يذكرني بأحد أصدقائي، حيث كان القسم الذي يعمل به على وشك الإغلاق، ولكنه لم يرد أن يتفهم هذا، وأخذوا ينقلون من كانوا يعملون معه إلى أقسام أخرى. وحاولنا التحدث إليه بشأن الفرص العديدة الأخرى الموجودة بالشركة لأولئك الذين يتسمون بالمرونة، ولكنه اعتقد بأنه ليس في حاجة إلى التغيير، وكان هو الشخص الوحيد الذي اندهش عندما أغلق القسم. والآن فإن من الصعب عليه أن يتكيف مع التغيير الذي لم يتوقع حدوثه. وقالت جيسيكا: إنني لم أكن أعتقد أن يحدث هذا لي أيضا، ولكن قطعة الجبن الخاصة بي حركت أكثر من مرة من مكانها. وضحك معظم الجالسين ما عدا ناثان الذي قال: ربما كان هذا هو ملخص الموضوع بأكمله. وأردف قائلا: إن التغيير يحدث لنا جميعا. ثم أضاف: كنت أتمنى لو أن عائلتي سمعت قصة الجبن من قبل ذلك، فإننا لسوء الحظ لم نرد أن نتفهم التغييرات الطارئة على مجال عملنا، والآن فقد فات الوقت وعلينا أن نغلق العديد من متاجرنا. وأدهش هذا معظمهم، لأنهم اعتقدوا أن ناثان كان محظوظا لعمله في مجال يتسم بالأمان، والذي كان يعتمد عليه عاما بعد عام. أراد جيسيكا أن تعرف فسألت: ماذا حدث؟ لم يعد هناك إقبال على سلسلة المتاجر الصغيرة التابعة لنا عندما غزت المتاجر الكبيرة المدينة بمنتجاتها الكثيرة وأسعارها المنخفضة، ولم يكن باستطاعتنا منافستها. أستطيع أن أرى الآن أننا بدلا من أن نكون مثل سنيف وسكوري كنا مثل هيم، فقد ضللنا كما نحن ولم نتغير. حاولنا أن نتجاهل ما يحدث، وها نحن الآن في مأزق، وقد استفدنا درسا أو درسين من هاو. وأما لورا والتي أصبحت سيدة أعمال ناجحة، فقد كانت تستمع لما يدور، ولكنها لم تتحدث إلا قليلا حتى الآن. فقالت:
لقد كنت أفكر في هذه القصة عصر اليوم أيضا. أضافت: إنني أتعجب كيف أتصرف مثل هاو وأرى ما أفعله من خطأ لأضحك على نفسي وأتغير وأفعل الأفضل. وقالت: إنني فضولية، كم واحدا منكم يخشى التغيير؟ لم يجب أحد، ولهذا اقترحت: ما رأيكم في رفع الأيدي؟ ولم ترفع إلا يد واحدة. وقالت: يبدو أنه ليس هناك إلا شخص واحد أمين في مجموعتنا. وواصلت: ربما تجدون السؤال التالي أفضل: كم عدد الذين يعتقدون أن الآخرين خائفون من التغيير؟ فرفع الكل أيديهم ثم أخذوا يضحكون. ماذا يعني هذا؟ أجاب ناثان: الرفض. وعلق مايكل قائلا: إننا في بعض الوقت لا ندرك أننا خائفون. إنني أعرف أنني لست كذلك، فعندما سمعت القصة لأول مرة وددت أن أسأل ماذا تفعل إذا لم تكن خائفا. وأضافت جيسيكا: ما فهمته من القصة هو أن التغيير سوف يحدث شئنا ذلك أم لم نشأ. إنني أتذكر السنوات الماضية عندما كانت شركتنا تبيع مجموعة من الكتب الموسوعية، وحاول أحد الأشخاص أن يقنعنا بأن نضع الموسوعة الكاملة على ديسك كمبيوتر واحد على أن يباع مقابل حصوله على حصة من ثمنها، وهذا لن يكلفنا شيئا على الإطلاق في التصنيع، وسيتمكن العديد من الناس من شرائه، ولكننا رفضنا بالإجماع. وسأل ناثان: ولماذا رفضتم؟ لأننا اعتقدنا حينئذ أن العمود الفقري لعملنا هو كميات المبيعات الضخمة التي تسلم للناس من الباب إلى الباب، والحفاظ على قوة المبيعات وكميتها تعتمد على العمولات الضخمة التي يكسبونها من الأسعار المرتفعة لإنتاجنا. وقد كنا نفعل ذلك بنجاح لمدة طويلة، وكنا نظن أنه سيستمر إلى الأبد. قال ناثان: وكانت قطعتك من الجبن؟ نعم، وكنا نريد أن نعتمد عليها. عندما أعود وأفكر فيما وقع لنا، فإنني أدرك أنهم لم يحركوا الجبن فقط، ولكن للجبن حياته الخاصة ومصيره للفناء. وعلى أي حال فنحن لم نتغير، ولكن المنافس فعلها وتغير، وتدنت نسبة مبيعاتنا للغاية. لقد كنا نمر بوقت عصيب، والآن هناك تغير تكنولوجي كبير يحدث في الصناعة، ويبدو أنه لا يوجد أحد في الشركة يريد أن يتفاعل معه، وهذا لا يبشر بالخير. فإنني أعتقد أنه من الممكن أن أفصل من عملي قريبا. إنه وقت المتاهة، صاح كارلوس. وضحك الجميع بمن فيهم جيسيكا. واستدار كارلوس إلى جيسيكا وقال: إنه لمن الأفضل أن تسخري من نفسك. وعلق فرانك قائلا: وهذا هو ما فهمته من القصة. إنني أميل إلى أن أتعامل مع الأمور بجدية شديدة، ولقد لاحظت كيف تغير هاو عندما استطاع في النهاية أن يسخر من نفسه ومما يقوم به، فلا عجب أن يكون اسمه هاو. وسألت أنجيلا: هل تعتقد أن هيم تغير ووجد جبنا جديدا؟ وقالت إليان: أعتقد أنه فعل ذلك. قال كولي: أنا لا أعتقد، فبعض الناس لا يتغيرون أبدا، وإنهم يدفعون ثمن ذلك. ولقد صادفت أناسا مثل هيم في ممارسات الطبية يشعرون بأن لهم الحق في قطعة من الجبن الخاص بهم، ويلومون الآخرين بسرعة، لكنهم في الحقيقة يصبحون أضعف من الناس الذين لا يتوقفون عند أخطائهم ويواصلون سعيهم. وقال ناثان بصوت خافت: إنني أعتقد أن السؤال هو ما الذي نحتاجه للخروج من ذلك، وما الذي نحتاجه لكي نستمر. لم يتفوه أي فرد بشيء لفترة قصيرة. قال ناثان: لا بد أن أعترف أنني رأيت ما كان يحدث في المناطق الأخرى للبلدة، ولكني أتمنى أن لا يؤثر علينا ذلك. إنني أخمن أنه من الأفضل كثيرا أن نبادر بالتغيير، وفي الوقت نفسه نحاول أن نتفاعل أو نتكيف مع التغيير. ربما يتوجب علينا أن نحرك الجبن الخاص بنا. وسأل فرانك: ماذا تعني؟ أجاب ناثان: إنني لا أستطيع أن أساعد في ذلك، ولكن أتعجب بشأن ما قد يكون عليه اليوم إذا ما كنا قد قررنا بيع العقار المحتوى على المتاجر القديمة وقمنا ببناء متجر حديث كبير لكي ينافس أفضل المتاجر. قالت لورا: ربما كان ذلك ما عناه هاو عندما كتب على الحائط: تذوق طعم المغامرة وتحرك مع الجبن.
وقال فرانك: أعتقد أن هناك أشياء يجب أن لا تتغير، فعلى سبيل المثال أريد أن أتمسك بالقيم الأساسية، ولكن أدرك الآن أنني سوف أكون في أحسن حال إذا تحركت مع الجبن في وقت مبكر من حياتي. قال ريتشارد: حسناً يا مايكل، إنها لقصة صغيرة لطيفة. وكان ريتشارد أكثر الحضور شكاً، لكن كيف تطوع هذا الأمر عند التطبيق الواقعي في شركتك؟ لم تكن المجموعة تعرف شيئاً بعد، ولكن ريتشارد كان خبيراً بشأن التعامل مع بعض التغييرات، فقد انفصل عن زوجته حديثاً، وكان يحاول أن يوازن بين اهتمامه بعمله واهتمامه برعاية أطفاله المراهقين. هل تعلمون، لقد كنت أعتقد أن عملي لم يكن ليتعدى معالجة المشاكل التي تظهر يومياً لتعوق اهتمامي بمسيرة حياتنا، وكم كان ذلك شاقاً، فقد كان علي أن أواجه تلك المشاكل طيلة 24 ساعة. لم يكن الأمر مريحاً، فقد كنت أشعر أنني في سباق ولا أستطيع الخروج. إلا أنني، وبعد أن سمعت لأول مرة قصة من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي، ورأيت كيف تغير هاو واستطرد ميشيل، أدركت أن عملي هو أن أرسم صورة للجبن الجديد، وأن أفعله بكل وضوح وبكل واقعية، لكي أستطيع أنا والآخرون الذين أعمل معهم أن نستمتع بالتغيير والنجاح معا. وقالت أنجيلا: إن ما تقوله هام بالفعل، لأنه بالنسبة لي كان الجزء الأعظم تأثيرا في القصة هو عندما تغلب هاو على مخاوفه ورسم صورة في خياله لإيجاد الجبن الجديد، وأصبح العدو عبر المتاهة أقل إثارة للخوف وأكثر متعة، وقد نال ما هو أفضل في نهاية الأمر. وهنا تحدث ريتشارد قائلا، وقد كان عابس الوجه متجهما أثناء المناقشة: إن مديري يقول لي دائما إن شركتنا تحتاج إلى التغيير، والآن أعتقد أن ما قصده حقا هو أنني أنا الذي أحتاج إلى التغيير، إلا أنني لم أكن لأصغي إليه، وأحسب حقا أنني ما علمت أبدا ما يعنيه الجبن الجديد الذي كان يحاول أن يحركنا نحوه، وكيف يمكنني أن أكسب من ورائه. وعبرت ابتسامة عريضة سطحية على وجه ريتشارد وقال: لابد أن أعترف أني أحب فكرة أن أرى الجبن الجديد وأتخيلك مستمتعا به. إنها فكرة تضفي البهجة على كل شيء، إنها تقلل من الخوف وتجعلك أكثر شوقا لحدوث التغيير. وأضاف: ربما أستخدمه في المنزل. إن أطفالي يعتقدون فيما يبدو أنه لن يتغير أبدا شيء في حياتهم. إنهم غاضبون. إني أعتقد أنهم خائفون مما يضمره المستقبل لهم. لعلي لم أرسم لهم صورة واقعية للجبن الجديد، ربما لأنني لم أرها بنفسي. خيم على المجموعة صمت هادئ، إذ بدأ بعضهم يفكر في حياتهم الأسرية. قالت إليان: حسناً، يتحدث أغلبكم هنا عن العمل، ولكني حينما كنت أستمع إلى القصة كنت أفكر في حياتي الشخصية، فإنني أعتقد أن علاقتي المعاصرة هي الجبن القديم الذي يوجد به بعض العطب الخطير. وضحك كوري مؤكداً: أنا أيضاً لعلي أحتاج إلى أن أتخلص من العلاقة السيئة. وردت أنجيلا: قد يكون الجبن القديم مجرد سلوك قديم، والذي نحتاجه حقيقة هو أن نتخلص من السلوك الذي يتسبب في إفساد علاقتنا، وبعد ذلك نستمر في اتباع أسلوب أفضل للتفكير والعمل. وعلق كوري: فكرة جيدة، إن الجبن الجديد هو علاقة جديدة مع نفس الشخص. قال ريتشارد: إنني بدأت أفكر أن هناك أكثر مما توقعت بشأن ذلك. إنني أحب فكرة التخلص من السلوك القديم بدلاً من التخلص من العلاقة. إن تكرار نفس السلوك سوف يؤدي بك فقط إلى نفس النتائج بدلاً من تغيير الأعمال، فلعله من الواجب أن أكون واحداً من الذين يساعدون في تغيير الشركة، وقد أستطيع الآن على الحصول على عمل أفضل إذا فعلت ذلك. وقالت بيكي التي تعيش في مدينة أخرى ولكنها عادت ليجتمع الشمل: لأنني استمعت إلى هذه القصة وإلى تعليق كل شخص عليها، فإنه لازم علي أن أسخر من نفسي، فقد كنت أتشابه مع هيم لوقت طويل، حيث كنت مترددة مراوغة وخائفة من التغيير.
ولم أدرك كيف فعل ذلك أيضا العديد من هؤلاء الأفراد. إنني أخشى أن أكون قد علمت أطفالي أن يفعلوا الشيء نفسه دون أن أنتبه إلى ذلك، وعندما أفكر في الأمر أكتشف أن التغيير بإمكانه حقا أن يؤدي بك إلى مكان جديد أفضل، على الرغم من تخوفك من كونه في غير أوانه. إنني أتذكر ذلك الوقت عندما كان ابني طالبا في السنة الثانية من المدرسة الثانوية. تطلب عمل زوجي منا أن ننتقل من إلينويس إلى فيرمونت، وكان ولدنا قلقا جدا لأنه اضطر أن يترك أصدقائه. لقد كان نجم السباحة في مدرسته، في حين أن المدرسة الثانوية في فيرمونت لا يوجد لديها فريق سباحة، ولهذا فقد كان غاضبا منا لأننا جعلناه ينتقل. ثم اتضح أنه أحب جبال فيرمونت والتزحلق على الجليد وتفوق على أقرانه، ويعيش الآن سعيدا في كولورادو. ولو أننا استمتعنا بقصة الجبن معا مع كوب من الشوكولاتة الساخنة لكان بوسعنا أن ننقذ عائلاتنا من كثير من الضغوط. قالت جيسيكا: إنني ذاهبة إلى المنزل لأحكي هذه القصة لأسرتي، وسوف أسأل أطفالي أي أبطال القصة يشبهني، سنيف أم سكوري أم هيم أم هاو، وما عساهم يعتقدون في أنفسهم. وإننا لنستطيع التحدث عما هو الجبن القديم بالنسبة للعائلة، وكيف يكون الجبن الجديد. قال ريتشارد: إنها لفكرة جيدة. وعلق فرانك بعد ذلك: إنني أعتقد أني سأكون أكثر شبها بهاو، وأتحرك مع الجبن وأستمتع به، وإنني سوف أنقل هذه القصة بالفعل إلى أصدقائي الذين هم في قلق بشأن تسريحهم من الجيش، وماذا سيعني التغيير بالنسبة لهم، وقد يفضي ذلك إلى بعض المناقشات الممتعة والشيقة. قال مايكل: هكذا قمنا بتطوير عملنا، فلدينا مناقشات عديدة عما فهمناه من قصة الجبن وكيف يتم تطبيقها في المواقف الخاصة بنا. لقد كان عظيما أن تتيسر لنا لغة ممتعة نستطيع أن نستخدمها في التحدث عن كيفية التعامل مع التغيير، ولقد كان ذلك بالغ الأثر، خاصة أنه قد تغلغل في الشركة. وسأل ناثان: وكيف ذلك؟ قال: حسنا، فكلما حاولنا البحث بعمق أكثر داخل مؤسستنا وجدنا أن هناك أشخاصا يشعرون بضآلة قواهم. لقد كانوا خائفين بشكل واضح مما قد يؤدي إليه التغيير الذي يفرضه عليهم رؤساؤهم، ولهذا يقاومونه. وباختصار، فالتغيير المفروض هو التغيير المرفوض. وأضاف مايكل: لقد تمنيت لو أني قد سمعت قصة الجبن هذه قبل اليوم. وسأل كارلوس: كيف يتأتى ذلك؟ قال مايكل: لأننا في الوقت الذي بدأنا ندرك فيه أهمية التغيير كان العمل قد بدأ بالانهيار بالفعل، حتى إننا اضطررنا إلى التخلي عن بعض الأفراد بمن فيهم بعض الأصدقاء المقربين. ولقد كان صعبا على كل منا، وعلى أي حال فقد أكد الجميع بمن فيهم من غادر العمل أن قصة الجبن قد ساعدتهم في رؤية الأشياء على نحو مختلف والتعامل معها بطريقة أفضل. وهؤلاء الذين اضطروا للخروج للبحث عن عمل جديد قالوا: لقد كان صعبا في البداية، ولكنهم ظلوا يذكرون القصة مما ساعدهم كثيرا. وسألت أنجيلا: ما الذي ساعدهم أكثر؟ أجاب مايكل: بعد أن تخلصوا من خوفهم أخبروني أن أفضل شيء هو إدراك أن هناك جبنا جديدا في انتظار العثور عليه، وقالوا إن الاحتفاظ بصورة الجبن الجديد في عقولهم جعلهم يشعرون بتحسن ويقومون بأفضل الأشياء في المقابلات الخاصة بالحصول على الوظيفة، والعديد منهم حصل على أعمال جديدة. سألت لورا: وماذا عن أولئك الذين ما زالوا في شركتك؟ قال مايكل: حسنا، بدلا من الشكوى من التغيرات التي تحدث يقول الناس الآن: لقد حركوا فقط جبننا، دعونا نبحث عن الجبن الجديد. لقد وفر ذلك الكثير من الوقت وقلل من الضغط. منذ فترة طويلة شهد أولئك الذين كانوا يقاومون التغيير بقيمتهم الحقيقية، حتى إنهم ساعدوا على حدوث التغيير. قال كوري:
لماذا يحدث هذا في اعتقادك؟ إنني أعتقد أن هذا يحدث بسبب ضغط زملاء العمل بالشركة. فما الذي يحدث في معظم المؤسسات التي عملت بها عندما يتم الإعلان عن التغيير عن طريق الإدارة العليا؟ هل يقول الناس إن التغيير فكرة جيدة أو إنه فكرة سيئة؟ أجاب فرانك: فكرة سيئة. ووافق مايكل: نعم، فلماذا؟ قال كارلوس: لأن الناس يريدون الأشياء كما هي ويعتقدون أن التغيير سيء بالنسبة لهم. فعندما يقول شخص ذكي إن التغيير فكرة سيئة، يقول الآخرون نفس الشيء، قد لا يشعرون بهذا الفعل. وقال مايكل ببساطة: لقد تغير الناس، لأنه لا يوجد فرد يريد أن يشبه هيم. وضحك الجميع ومعهم ناثان الذي قال: إنها نقطة جيدة، لا أحد في عائلتي يريد أن يشبه هيم، ربما يتغيرون. لماذا لم تخبرنا عن هذه القصة في اجتماعنا الأخير؟ فقد كان ذلك حريا بأن يؤثر حقا. وقدم مايكل فكرة أخيرة: عندما شاهدنا ما أسدته إلينا هذه القصة، قمنا بسردها لأولئك الذين أردنا أن نعمل معهم، حيث علمنا أن مؤسساتهم تتعامل مع التغيير، وواتانا فكرة أننا قد نكون بمثابة جبنتهم الجديدة وأفضل شركاء لهم في النجاح. ولقد أفضت هذه الفكرة إلى أعمال جديدة. لقد قدم ذلك لجيسيكا أفكارا عديدة، وذكرها بأنها قد تلقت بعض طلبيات البيع صباحا، ونظرت إلى ساعتها وقالت: لقد آن لي أن أترك محطة الجبن هذه وأبحث عن جبن جديد. وضحك الجميع وبدأوا يودعون بعضهم البعض، وأراد العديد منهم الاستمرار في المحادثة لولا أنهم عازمون على الرحيل. وعندما جاء وقت الرحيل، شكروا مايكل مرة ثانية، وقد قال: إنني في غاية السعادة للاستفادة من القصة، وأتمنى أن تنتهزوا الفرصة لكي تشاركون إياها قريبا مع الآخرين. النهاية.